السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللفت دلوقتي مال الدنيا والربطة مش غالية، الربطة ب5 جنيه، بس انا مش هكذب عليكم، يعني انا مش شارياه، ده انا جايباه من عند هناك والدتي امي، اخويا جايبه من الارض. تمام. فانا مش شارياه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده مقطعاه وغسلاه ومخليه زي الفل. خلاص تمام. دلوقتي انا هبدأ اعمل ايه. الكمية ديت هحط عليها كده تقريبا نص كوبايه ملح او كوبايه ملح الا ربع، وانا مش هقدر احدد لك الكميه لان وانا مش عارفه هو قد ايه. تمام. رشيت كده تقريبا عليه نص كوبايه ملح. تمام. وهبدا اقلب الملح فيه كده وهسيبه معايا لبكره الصبح، يعني حالا بالليل هسيبه معايا لبكره الصبح في الملح بتاعه كده. تمام. وانا طبعا مش هحط بنجر ولا احط لون ولا احط حاجه لانه هو اصلا هو احمر فهينزل اللون بتاعه. تمام. هيبقى ميته حمرا من غير حاجه. عايزه تضيفي له انت بنجر لون اي حاجه براحتك. تمام. بس كده هنعمل اسرع لفت هيقعد معايا بكره تاني يوم الصبح. بعد كده ان شاء الله هنجهز له الخلطه بتاعته ونعمله يومين بالظبط وتاكلي منه احلى مخلل لفت. خلاص انا كده جبت الكميه بتاعتي، حطيت عليها نص كوبايه ملح وقلبتها وهسيبها في الملح بقى واغطيها واسيبها في الملح لحد ان شاء الله بكره، ونرجع بكره ان شاء الله نشوف هنعمل في ايه مع بعض. خلاص تمام كده سبت اللفت تقريبا من معايا من بالليل اهوت. احنا تاني يوم الصبح اهوت نزل الميه بتاعته وملحه وشايفين لونه هيبقى احمر من غير ما احط بتاع كركم، قصدي بنجر ولا اي حاجه ولا لون ولا اي حاجه حمراء. تمام. انا جبت هنا عشان اعمل الخلطه، جبت هنا فلفل احمر وجبت هنا قرن فلفل شطه طويل ومعايا هنا ليمونتين ومعايا هنا تقريبا 10 فصوص ثوم. تمام. هبدا بقى اقطع الحاجات ديت مع بعضها في الكبه كده وافرمها. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاكل احلى مخلل لفت ومش هياخد معانا وقت وهيتعمل بسرعه، يعني يومين بالظبط ان شاء الله وتفتحوا وتاكلي منه. جميل بقى مع العدس والفطار الصبح الطعميه والفول، يبقى تحفه مع اي حاجه بصراحه، بيبقى حلو قوي. تمام اهو. والموسم بتاعه اليومين دول فهو كتير، جربوا تعملوه بقى ان شاء الله هيبقى تحفه جدا. هفرمهم وارجع لكم تاني. خلاص كده فرمت الحاجه اللي انا قلت لكم عليها اللي هو الليمون والثوم والفلفل. تمام. وده البرطمان طبعا غسلته ونضفته وخليته زي الفل. هبدا انزل بيه بقى في الكلام، انزل بحاجات دي في قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اهو. وهبدا انزل باللفت بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كبش هكب الماء اللي عليه ولا اي حاجه عشان انا غسلته ونقعته وكل حاجه، وبعد كده حطيت له ملح يشرب منه وميته بملحه بقى هنحطها مع في البرطمان. تمام. يعني مش هنكب الماء ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلاص عبيت اللفت بتاعي اهوت زي ما انتم شايفين اهو، شايفين الجمال. هبدا بقى انزل بالميه بتاعته كده اللي هي نزلت منه اللي بملحها دي كده. بسم الله اهو. هعملهم بس بالكوبايه عشان خلاص كده عبيته اهوت وحطيت له الميه بتاعته. دلوقتي هبدا اكمل البرطمان ميه بقى عشان نغطي اللفت بس كده، وهنقلبه عشان طبعا كل اللي اتحط في الارضيه دوت اهو. شايفين الجمال؟ شايفين لونه؟ شايفين؟ هياخد بقى هيبقى احمر ومن غير بنجر ومن غير اي حاجه خالص. ثانيه واحده بمعلقه بس كده وهقلبه ببعضه عشان بحس ان الخلطه اللي انا حطيتها تحت تطلع مع كله اهو. بس كده هي كده كده هتنزل تاني هتهبط، بس انا عايزاها تدخل جوه تبقى في وسط اللفت كله. خلاص تمام. بس كده هنسيبه بقى يومين ان شاء الله ونرجع باذنك يا رب، يعني نفتح عليه ونشوفه هيبقى عامل ازاي وهيبقى لونه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ تحفه. بس هو ده مخلل اللفت. يا رب تكون الطريقه سهله وسريعه
وجميله وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وشير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.